شايفين التقل بتاعه عامل ازاي، والكثافة بتاعته واللمعة تحفة جدا، وكمان الرغوة بتاعته عالية جدا. بما ان اليومين دول بندور على اي حاجة فيها توفير، يعني سعر الصابون السائل بره دلوقتي بقى كيلو بيتراوح من 5 ل7 جنيه. النهاردة هنعمل مع بعض صابون سائل 8 لتر بجودة عالية جدا ب25 جنيه وبس. معانا النهاردة ده تاني منتج اجيبه، اول مرة في الفيديو عملتلكوا شاين كلين، فبأي منتج هلاقيه في السوق حلو جدا وفي توفير هعمله لكم. طبعا معانا النهارده بهجة، ده منتج معجون صابون بيعمل 8 لتر، اللي حابب يعمله ب8 تمام، اللي حابب يعمله اقل 6 7 تمام. طبعا انتوا شايفين كده هنمشي من على التعليمات اللي على ظهر الكيس وهنعمله مع بعض. اول حاجة فتحت الكيس بالشكل ده، طبعا معجون ريحته تحفة جدا، ده بالليمون. طبعا حطيته الاول في اي جردل بلاستيك اي حاجه، هنحطه بالشكل ده وهننزل عليه بلتر واحد ميه وهندوبه خالص لغايه ما يعمل فوم بالشكل ده. هنسيبه لمده ساعتين، بعد ساعتين هنرجع يكون الفوم ده هدا خالص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنزل ب5 لتر واحده واحده ومع التقليب المستمر. يعني زي ما انتوا شايفين بعد ما سبته ساعتين وخمر بالشكل ده، هنزل واحدة واحدة بلتر لتر. اللي حابة يعمله 8 زي ما مكتوب على الكيس تمام، اللي حابب يخليه سمكته تقيلة يعمله 6 7 لتر. زي ما انتوا شايفين كده كل ما احط لتر بقلبه بالشكل ده، زي ما انتوا شايفين بلاقيه يتقل معايا، والاقي اللون بتاعه بقى يفتحها اكتر وريحته تحفة جدا. طبعا الليمون فيه ده ليمون اخضر، في منه اصفر وفي منه ده بالليمون الاخضر. طبعا لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنسيش اللايك بتاعك يشرفني. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا بعد ما قلبته حطيت دلوقتي 7 لتر مية. شايفين الرغوة بتاعته عاملة ازاي، والرغوة بتاعته حلوة جدا، وكل ما بتسيبيه يتقل اكتر. يعني ممكن التمانية اللي انت الستة اللي انت حطيتيهم او السبعة بيعملوا مثلا 9 لتر. طبعا توفير جدا، الكيس كله على بعضه ب25 جنيه. انت هنا الكيلو مش واقف عليكي ب2 جنيه ونص او اقل، الكيلو بره دلوقتي بيتراوح سعره اقل حاجة من 5 لغاية 7 جنيه. طبعا توفير وجودة عالية. وفيديو من النهاردة مش هتشتري صابون سائل من بره تاني. طبعا جودته عالية جدا وريحته تحفة والرغاوة بتاعته كثافة عالية جدا. طبعا اي منتج هلاقيه في السوق هجيبه واجربه معاكم وهقول لكم بامانه عامل ازاي. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم سهل وسريع، ومتنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام.